أهلا وسهلا ومرحبا بيكم في قناتي فرش عرايس للسويسة. معاكم أيتن عبدو. إن شاء الله النهاردة معانا شقة مميزة جدا، ربنا يبارك لعروستنا ولعريسنا فيها يا رب، ويرزقهم قادر يا كريم يا رب بالذرية الصالحة والحياة السعيدة والسكينة في حياتهم يا رب قادر يا كريم. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ مع بعض بالريسبشن. الريسبشن مكون من السفرة كاملة وكمان الجزامة، وده البانكت الخاص بغرفة النوم لأن ما كانش فيه مكان ليه في غرفة النوم، فقالوا يستغلوه في الريسبشن. هو يعتبر ستايله لايق مع ستايل السفرة. زي ما انتم شايفين هنا حاطين السفرة مكونة من 6 كراسي، ومقابل ليها البوفيه والنيش. كده احنا بناخد نظرة عامة كده على التقسيمة بتاعة العفش أو العفش متوزع ازاي، وهنبدأ نتفرج على كل الدواخل الخاصة بالنيش والبوفيه. زي ما انتم شايفين مقابل ليهم الناحية التانية معمول الجزء ده خاص زي الليفينج كده محطوط فيه الركنة، ومقابل ليها معمول مكتبة شاشة بالجبسون بورد. أما الجزء اللي داخل جوه زي يعتبر غرفة مفتوحة على الريسبشن، دي محطوط فيها الأنتريه مكون من كنبة سوري 2 كنبة و2 فوتيه، وده الفوتيه التالت ده تبع الركنة، بس هما حطوه مع الانتريه لان مفيش مكان مع ركنة يتحط، وفي نفس الوقت الى حد ما ستايله لايق جدا مع الانتريه. والقطعة دي برضو خاصة بالركنة، بس برضو ما كانش ليها مكان برا. حطوا الانتريه بالشكل ده، حطينا الكنبة الغامقة في الجنب والفتحة في الوش لانها حجمها صغير، ومقابل ليها حطينا ال3 فوتيه. تمام، ده الكرسي المختلف اللي قلتلكم عليه. وهنا ترابيزة عجبتني فكرتها قوي ان هي فيها باف صغير داخل في الدوران اللي هو المتفرغ في الترابيزة. عجبتني الفكرة ما شاء الله، ربنا يبارك لهم يا رب في حياتهم، يبارك لهم في كل حاجة عندهم ويرزقهم عليها الخير يا رب. عملت لها المفرش بالشكل ده، بدأت ان انا اوزع عليه الانتيكات. السجادة كمان كان ذوقها رقيق وستايلها لايق مع ستايل الانتريه. هنا بقى كانوا عاملين عمود كده بشغل جبسون بورد، كان شكله لطيف زي ما انتوا شايفين فيه بروز كده. مقابل ليه هنا برضو في الشاشة معمول شغل جبسون بورد بسيط، مفيش اي الوان فيه خالص. معمول تحت الشاشة كده رف بسيط، معمول للمكتبة نفسها سوري للركنة نفسها ترابيزة ستانلس، حاطين عليها المفارش الفرو كده بكيرف بسيط، وكان لسه فيه انتيكات خاصة بالجزء ده ما جاتش. وزعنا الكوشن بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. هو الكوشن كان عددها كبير فوزعتها بالشكل ده تبقى مقابل للي داخل من الريسبشن. تمام، برضو السجادة اللي كانت محطوطة عند الركنة كانت بسيطة. ألوان السجاد تحسه لحد ما قريبة لبعض، وشغل الجبسون بورد بدأ يعني بالإضاءة بتاعته إلى حد ما مع الدهانات الفاتحة مساعدة إن الشقة تبان بشكل راقي يعني ربنا يبارك. وكمان حتى السيراميك نفسه هادي مفهوش دوشة مفهوش تفاصيل كتير، وأنا بحب كده جدا. السيراميك نفسه لما بيكون فيه تفاصيل كتير أوي بيبقى لونه غامق، مع الشغل اللي موجود في السجاد بيبقى الموضوع عامل دوشة. تمام، هنا بقى السفرة زي ما انتوا شايفين فرشنا المفرش كامل، المفرش ده ما شاء الله كبير، بس تنيت أجزاء من الحرف بتاعه بكيرف. تعالوا بقى نفتح مع بعض النيش ونتفرج على محتوياته. تمام، طبعا هي عندها إضاءة في النيش اللي هو اللي معمول فيها زي الليد كده بسيط، طبعا الإضاءة دي بتفرق جدا. حاطط لها فوق هنا 3 أطقم كاسات، هي معظم الحاجات جايباها كريستال وهادية. وتحت هنا حاطط لها طقم خشاف، ودخلت معاه برضو طقمين كاسات. في الرف اللي بعده حطيت الجزء الخاص بالطقم الشاي والقهوة اللي موجود في الطقم الصيني نفسه، برضو كان ذوقه بسيط ورقيق. وزعت جزء بسيط منه فوق، والجزء التاني وزعته زي ما انتوا شايفين في الرف الأخير تحت. وده كده كان محتويات النيش قد ايه كانت بسيطة، مفيهاش ألوان واضحة ولا شيء مبالغ فيه، يمكن في الطبيعة حقيقي ما شاء الله ربنا يبارك. أفضل بكتير وأحسن بكتير من الشكل العام في التصوير. تعالوا نتفرج مع بعض كده على البوفيه رسموه ازاي. البوفيه كان فيه برضو كده زي ضرفة فيها مرايات بس مش كاشفة للي جوه، يعني هي شكل مراية كده عسلي شوية بس مش كاشفة للي جوه البوفيه نفسه. حطيت هنا شنطة المعالق، ودخلت بقى الأطباق اللي هي زي الطقم الصيني، هي كانت جايبة سيرافيس كده طقم صيني زيادة. حطيتها لها كده في البوفيه زي ما انتوا شايفين. في الضرفة اللي بعدها هنا برضو كملت جزء من طقم صيني تاني، وكمان حطيت لها تحت هنا القوالب البايركس
دخلتها مع بعض الأطباق كده في الرف اللي بعده. وبكده احنا اتفرجنا على النيش مع بعض وعلى البوفيه. ناخد نظرة كاملة كده على الريسبشن وندخل نتفرج على بقية الغرف. ده كده الشكل العام. تمام، يلا بينا بقى ندخل دلوقتي نتفرج. هنبدأ الأول بالطرقة ونتفرج بقى مع أول حاجة التويلت الخاص بالضيوف أو التويلت عموما أصلا. تمام، برضو كانت ألوانه هادية وبسيطة، كان بس معمول شغل سيراميك فاصل بس في النص هو اللي فيه تاتش بسيط. سيراميك إلى حد ما كان سن حجري خفيف يعني بين الحجر وبين اللامع. تمام، معمول هنا البانيو ومقابل ليه محطوط هنا الحوض بمراية فيها إضاءة، ومعمول يونت تحتيها يعني وحدة كده تحت الحوض للتخزين. بتبقى عملية جدا وبتلم طبعا حاجات كتير أحسن بكتير من الحاجات دي تكون ظاهرة على رفوف. تمام، ده كده كان الشكل العام للحمام. تمام، تعالوا نتفرج بقى على بقية التفاصيل اللي موجودة معانا في الشقة. كده التويلت، بعد التويلت على طول معانا المطبخ. كان معمول للمطبخ كده برواز خشب شكله لطيف، حتى يعني نازل بوزرة رخام في الأرض، فكانت فكرته حلوة، عجبني شكله ما شاء الله. برغم ان البرواز بسيط جدا بس عامل ماتشنج مع ألوان الأبواب أصلا في الشقة. ده كده كان شكل المطبخ، ربنا يبارك لهم يا رب في كل حاجة عندهم. المطبخ كان لونه اوف وايت، وحتى السيراميك نفسه بتاعه هادي جدا وبسيط، معمول بس فيه تابلوهات متوزعة في أماكن في الحيطة يعني. لكن لون المطبخ نفسه لون محايد إذا كان سيراميك أو الوحدات نفسها يعني. تمام، هنا معانا الوحدة اللي فيها المطبخية، وجنبها هنا رفوف ديكورية حطينا عليها ستاندات من الستاندات بتاعة القهوة. حطيت لها هنا في المطبخية طقم بورسلين، ومقابل ليه حطيت أطباق ملامين ألوان كده شكلها لطيف. وحطيت لها تحت بقى طقم كوباية مية وعصير، وكمان المجات الخاصة بالطقم البورسلين. فكده دي المطبخية كاملة ما شاء الله. المطبخية عندها كانت كبيرة فاستوعبت معانا برضو كمية حلوة. تعالوا نتفرج كده مع بعض على الظرف. حطيت لها هنا المجات تبقى قريبة لإيديها لو حابة تستخدمها، وفوق حطيت لها كوبايات. تعالوا نفتح الوحدة اللي بعدها. الوحدة اللي بعدها هنا حطيت لها فيها أطباق عشاء زي ما انتوا شايفين، الأطباق اللي هي السودا المناركي تحت. اوكي، وحطيت لها فوق برضو طقم أطباق شفاف ودخلت معاه مجات. الوحدة دي بما انها كبيرة وتحتها فيش ومكانها واسع للاستخدام، فطبعا حطيت فيها الأجهزة اللي هتستخدمها، اذا كان هاند بلندر، خلاط، كبة. معظم الأجهزة اللي موجودة عندها حطيتها تحت، والأجهزة الكبيرة خليناها فوق. مامتها قالت لي أنا مش حابة أفتح الشواية، فخليتها لها بكرتونتها وفتحنا بس العجين. ومعانا الوحدة دي برضو إزاز زي النيش كده في المطبخ، حطيت لها فيها الكاسات والكوبايات، وفوق برضو حطيت طقم شاي كده لونه أسود ومعاه كاسات. اما هنا حاطط لها البولات الشفافه كلها، اللي هي البولات اللي بتستخدم في السلطه وفي الشوربه، الحاجات دي بتبقى عمليه فقربتها لايديها. فوق هنا كان عندها اللي هي الرفوف بتاعه ايكيا دي، حاططها وحطيت عليها مجات من فوق ومن تحت، ووزعت جنبها بقى برضو بعض الحاجات يعني. هنا حطيت لها القوالب وجنبها الصواني بتاعه الفرن والطاسات، وتحت برضو حطيت لها القوالب والصواني الفرن الألمونيا بالطاسات كمان الألمونيا. اما في الضرفة دي بما ان هي معمولة حرف ال فلمت معايا كتير الحمد لله. حطيت فيها ما شاء الله طقمين حلال في اول رف فوق استانلس، وحطيت كمان الطقم الجرانيت، وحطيت الغطيان بتاعة الاستانلس كلها على منظم هي جايباه برضو من ايكيا. خليت تحت طقم التيفال وكمان طقم سيراميك، وفي النص حطيت حلة الضغط. حاولت قدر من المستطاع ان الضرفة دي تلم الحلل لان هي سهلة، ما شاء الله حجمها كبير وسهل التناول. اما هنا خلت لها البلاستيكات، الحاجات الكبيره اللي ممكن ما تستخدمهاش قوي دخلتها لجوه، ولا تستخدمها ومحتاجاها خليتها في الرف من بره، وتحت الرف بقى الخزين. هنا بقى رصينا الرفايع، فاضطريت اخلي السكاكين واقفه بالشكل ده. طبعا هي امان، مش يعني مش هتقع مثلا او تضر حد، كده افضل. وخلينا بقى بقية الرفايع اللي موجودة عندها في الأدراج من تحت، في حاجات هما لقوها زيادة واحنا بنقفل، فطبعا كل اللي بيلاقي حاجة بيحدفها يعني. ما علينا. اما هنا بقى معانا البوتاجاز، تقريبا البوتاجاز بتاعها ايكوك تقريبا، مش متذكرة والله، حتى الاسم مش واضح.
وكانت هنا حاطة الكرسي الخشب ده بتاع المطبخ عملي جدا ولطيف يعني، خصوصا لو العرايس مش طوال فبينفع جدا في المطبخ. هنا عملت لها الأطواق اللي هي باللولي، ودخلت فيها زي ما انتوا شايفين كده ورد مجفف مع قطعة ورد جولد كده مع وردة لونها بيج. قولولي كده ايه رايكم في الأطواق، انا بحب الستايل ده من الأطواق جدا خصوصا على الأبواب الغامقة. تمام، دي غرفة النوم معانا، لونها وستايلها رقيق جدا زي ما انتوا شايفين، قريب كمان لستايل العفش اللي موجود في الريسبشن. اما هنا التسريحة، الاتنين كومود هنا حطيت عليهم 2 اباجورة كده شكلهم رقيق وبسيط، ورسمت لها بالورد المجفف على السرير. كنت فرحانة جدا بفرحتهم اصلا بالحاجات اللي احنا عملناها، اذا كان العروسة او اهلها يعني ربنا يسعدهم يا رب في حياتهم، واذا كان عريسها برضو. يعني حلو ان الواحد يتعب في حاجة ويلاقي مردود من التعب ده فرحة. هنا زي ما انتوا شايفين ده المنديل نسيته حطيته في جيبي عشان وانا بصور بس. هنا معانا البرفانات والميك اب بتاع العروسة. حطيت هنا، شلت الاول رف اللي بيبقى موجود في المنظم، انا مش بحب المنظم يبقى طويل قوي، فشلت من المنظم الرف اللي هو اللي بيلف، حطيت عليه البرفانات. التاني القطعة التانية حطيت عليها الميك اب، والقطعة نفسها اللي واصلة منهم في الجنب سيبناها كده واقفة، هي عادي بتقف، ووزعت عليها برضو الحاجة بالشكل ده. يعني استغليت المنظم أسوأ استغلال. حطيت الفرو بالشكل ده كده في كيرف، ومقابل الميك اب حطيت الفرش متوزعة. مفرش هنا بتاعها كان رقيق وبسيط، حطيت ملاية زيادة موجودة عندها في النص كده ورسمت عليها الكلمات اللي أنا كاتباها، يعني تعتبر كلمة I love you بس مختصرة، وفي زي نبض القلب كده. هنا بقى معانا الدولاب، تعالوا نتفرج على الفرش بتاع الدولاب، ما شاء الله ربنا يبارك لهم يا رب في كل حاجة عندهم. اتفرش ازاي، ناخد بس كده نظرة. اول رف فوق هنا حطيت لها لحاف وجنبه بطانية، الرف اللي بعده او الرفين اللي بعده حطيت ملايات ومعاها كوفرتات بالشكل ده، وزينت الكوفرتة كده بشريط استراس بسيط. انا هقفل هنا بس عشان هنا في لبس تحت متعلق. اوكي، الرف اللي بعده حطيت لها الفوط، وزي ما انتوا شايفين هنا حطيت وردتين كده خفاف وعلى شريط استراس بسيط، وهنا حطيت لها الفوط بتاعتها مطبقة تطبيقة بسيطة بس فيها فكرة إلى حد ما، بروزت الحاجات اللي فيها شغل. تحت هنا برضو حطيت لها ملايات اللي هي المودرن، ودخلت معاها كوفرتا وحطيت عليها شريط استراس بسيطة، وهنا برضو حطيت لها الفوط بالشكل ده. وده كان الشكل العام للمفروشات الخاصة بغرفة النوم. طبعا تعرفين الملابس مش بصورها عذرا يعني، الناس اللي بتتضايق سامحوني. وبكده احنا اتفرجنا على كل التفاصيل الخاصة بغرفة النوم نفسها. تعالوا نتفرج على الغرفة اللي بعدها، ودي اخر غرفة معانا في شقتنا النهاردة، كان نفسي متخلصش والله. لو عجبكم الفيديو وصلت للجزء ده معايا من الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو اول مرة تنوروني في قناتي. هنا بقى دخلت نفس فكرة الطوق التاني بس بحبل، وحطيت عليها زي ريش طاووس كده في الاخر، حاجة تكسر اللون يعني. هنا الغرفة كانت بسيطة جدا برضو ورقيقة، كان معمول شغل بالجبسون بورد كده في السقف ونازل منه النجفة، شكلها عجبني ان هي برضه فيها فكرة الوردة نفس الوردة اللي موجودة في السقف نفسه. تمام، هنا الشغل الإضاءة اللي موجود فيها، أنا كنت بحاول أزود الإضاءة اللي موجودة في الغرفة. عرفنا هنا كوفرتات لونها كشمير كده شكلها رقيق وبسيط. مقابل للسراير هنا موجود تسريحة، طبعا احنا حتى التسريحة والأدراج اللي بتبقى موجودة في الأجزاء دي بنستغلها، بنحط فيها برضو حاجات للاستخدام يعني. الضرفة دي كان فيها شماعة من تحت ورف بس من فوق، حطيت بطانيتين بتوع أطفال، وفي النص برضو حطيت بطانيتين جوا بعض، وعملت لها كده زي شريطة كأنها حلي بفيونكة كده وشراشيب نازلة منها. وفي الجناب حطيت الشغل اللي شبه شغل الكتان بشراشيب كده، شكله برضو كان رقيق ولطيف يعني، وألوانه لايقة مع ألوان الوش اللي موجود في البطانية التانية. تمام، دي الضرفة بقى اللي فيها بقية المفروشات كلها، حطيت لها هنا الاتنين لحاف بتوع غرفة بتوع الأطفال يعني. وحلو ان هي جايباهم مش أطفال يعني، مش فيهم رسومات أطفال، جايباهم شبابي أكتر، فشكلهم لطيف وراقي، ويعني يكملوا معاهم مش هيبقى فيه مشكلة.
مع الأطفال يعني. هنا حاطط لها الملايات وجنبها دفاية، وهنا حطيت الملايات بقية الملايات وجنبها دفايتين بتوع أطفال. خدت واحدة كده بالشراشيب اللي فيها ولميتها من الجناب وحطت لها فيونكة مشجرة، والتانية هنا برضو حطيتها بشكل بسيط. هنا حاطط بقية الملايات برضو فوقيها كوفرتة وجنبها برضو دفاية لونها نبيتي. وده كده كان الشكل العام للفرش اللي موجود جوه دولاب غرفة الأطفال. ربنا يبارك لعروستنا ولعريسنا يا رب، يهنيهم في حياتهم. أمان عليكم، تدعوا لهم دعوة حلوة. وبجد أنا كنت مبسوطة جدا باليوم ده. الشقة دي كانت خفيفة وقرفتها خفيفة جدا حقيقي بدون مبالغة. أنا فرشتها وفنشتها في نفس الوقت ومحسناش أصلا إن احنا تعبانين من الشقة، وإن الشقة دي اتبذل فيها مجهود كبير. ربنا يا رب يهني العروسة. وبجد سعيدة جدا إن اتعرفت عليكي وعلى أهلك. ربنا يصلح حالكم ويرزقكم جميعا بالخير. كان معاكم أيتن عبد وصاحبة قناة فرش عرايس للسويسة. سلام عليكم.